أقوى مشروعين في الساحل الشمالي النهاردة العميل بيعمل مقارنة ما بينهم. مشروع بالم هيلز راس الحكمة الجديد اللي بنعمل استمارات حجز فيه دلوقتي بالشراكة مع الإمارات، والمشروع التاني يبقى مدن الإماراتية مرحلة وادي يم. الفيديو ده مهم جدا لحضرتك سواء حضرتك اند يوزر أو مستثمر. مشروع بالم هيلز مساحته 1350 فدان، عرض الشاطئ 4800 متر، شراكة مع الإمارات. عندك 5 أوتيلات 5 ستار في المشروع ده. عندك نادي بالم هيلز. بالم هيلز نازلة تقسيط على 10 سنين بمقدم 5% و5 بعد 3 شهور. أما بالنسبة للأسعار بنتكلم الغرفة ب 12 مليون، الغرفتين ب 15 مليون، ال3 غرف ب 19 مليون. أما بالنسبة للفلل فالتوين هاوس بيبتدي من أول 44 مليون. لو خدت بال حضرتك من الماستر بلان اللي بعرضها لك لمشروع بالم هيلز فهتلاقي الماستر بلان حلو قوي ومبني على 16%، ودي الأرض اللي كان كل المطورين الكبار اللي في مصر كانوا بيتخانقوا عليها، ودي تبقى اسمها أرض ديزني لاند. المشروع التاني هيبقى مدن الإماراتية في مرحلة وادي يم، والمرحلة دي أنا كنت شرحتها في فيديو على اليوتيوب وبنعمل برضو استمارات حجز ليها دلوقتي. عندك ملاعب جولف، عندك نادي للفروسية، عندك 7 أوتيلات. يعني مرحلة وادي يم هي بالنسبة لي من أهم المراحل اللي موجودة في الساحل الشمالي كله، ولما تتحط في مقارنة مع بالم هيلز فلازم العميل يعرف الفرق ما بين الاتنين. سعر الغرفة في مدن ب 15 مليون، الغرفتين ب 22 مليون، الفيلات ب 40 مليون، بس بنقسط في مدن 5%، 5 بعد 3 شهور، والباقي على 8 سنين أقساط متساوية. العميل اللي هيسجل معايا على الفيديو ده لازم أشرح لحضرتك الاتنين، مرحلة وادي يم لمدن الإماراتية ولونش بالم هيلز الجديد اللي في منطقة راس الحكمة، لأن المشروعين على أرض راس الحكمة. نتشرف دايما بيكم. كل مدير في سكن هو عارف الفرق ما بينهم، هيشرحوا لحضرتك، وعارف الفرق ما بين المشروعين وباقي المشاريع اللي في الساحل. وبإذن الله دايما نكون عند حسن ظنكم، وشكرا جدا لكم.